نيجيريا من أجل الصفعة الثالثة بعد تونس والجزائر، ومصر من أجل حفظ ماء الوجه. على الورق كل شيء يرشح نيجيريا، وبالعرق كل شيء يرشح أيضا نيجيريا. المقابلة للمتابعة فقط مع نيجيريا مصر ومع كاماتشو الرياضية. نيجيريا تدخل المنافسة بدون هزيمة لحد الآن، ب5 انتصارات كاملة، أمام تنزانيا في الجولة الأولى، أمام تونس في الجولة الثانية، أمام أوغندا في الجولة الثالثة، أمام الموزمبيق في الدور ثمن النهائي، أمام الجزائر في الدور ربع النهائي، وبتعادل واحد فقط أمام المغرب في الدور نصف النهائي. نيجيريا تدخل المنافسة أيضا بأقوى هجوم لحد الآن بعد تسجيل 14 هدفا، أي بمعدل 2.3 للمقابلة، وب4 أهداف كاملة في الشباك. مصر تدخل اللقاء بتعادل واحد بدون أهداف أمام أنغولا في الجولة الثالثة، بهزيمة واحدة أمام السنغال في الدور نصف النهائي، وب4 انتصارات أمام زيمبابوي في الجولة الأولى، أمام جنوب إفريقيا في الجولة الثانية، أمام البنين في الدور ثمن النهائي، وأمام ساحل العاج في الدور ربع النهائي. مصر تدخل اللقاء أيضا ب9 أهداف في الهجوم، أي بمعدل تهديف وصل إلى 1.5 للمقابلة، وب5 أهداف كاملة في الشباك. بالأرقام نيجيريا تتفوق على مصر في كل شيء، في الهجوم، في الدفاع، وفي عدد الانتصارات. فهل تستطيع مصر أن تقاوم أقوى هجوم في المنافسات وأن تفعل ما لم يستطع الآخرون فعله مع نيجيريا، أم أن نيجيريا ستبقى بدون هزيمة في آخر محطة لها؟ الجواب هذا المساء ابتداء من الساعة 5. متابعة ممتعة مع كاماتشو الرياضية.